يا أستاذ شريف، لما تيجي تأجر سكن في ألمانيا وأنت لسه جاي، بيكون سكن فيه أجهزة كهربائية ومطبخ وسرير وده كله، ولا بتاخده فاضي وأنت اللي بتشتريه؟ سؤال حلو. بص، انت على حسب السكن اللي انت بتاخده، بس انت خليك ذكي. يعني ايه خليك ذكي وخليك صايع وانت بتدور على سكن في المانيا؟ دور، لو انت في مدينه كبيره وفيها ازمه في السكن، خد اي سكن يجي قدامك. تمام. هتقول لي طيب مثلا انا هقعد على ايه او هنام على ايه؟ بتقدر ان انت تجيب حاجات مستعمله في الاول من اماكن مثلا مستعمله. تقدر ان انت مثلا تروح تجيب لك مرتبه وتروح تجيب لك سرير صغير كده. تقدر ان انت تجيبهم، وتقدر ان انت تجيبهم من ايكيا. يعني انا عن نفسي مثلا، لو بيخيروني انا انا كشريف هجيب حاجتي مثلا من ايكيا، حاجه جديده. ولكن انت مثلا ممكن تكون جاي او سبيلدونج مرتبك بسيط، ممكن تكون جاي مثلا بحساب بنك مغلق ما انتش عايزه تصرفه كله على السكن، فتقدر ان انت تجيب مثلا حاجات مستعمله زي دي. ده اولا. ثانيا، في سكن، نرجع لسؤالك بقى، في سكن بيكون مثلا في مفروش، عادي ما فيش مشكله خالص. تقدر ان انت تاخده مفروش وعادي خالص، ويبقى موجود في المطبخ. في سكن بيكون في المطبخ بس. في سكن بيكون فيه جميع الاجهزه الكهربائيه، ولكن كل حاجه من ديت بيكون على حسب سعره. لو انت واخد السكن مفروش، بتدفع ثمن الحاجه دي طبعا، سواء للمستاجر القديم او للشركه. ولو مأجره من شركه او من صاحب بيت، مش هيكون في غير المطبخ بس، وممكن المطبخ كمان ما يكونش موجود. بالمناسبه كمان انت بتحاسب على الارضيه، لان الارضيه هنا مش بلاط، الارضيه هنا بتتعمل كده حاجه زي الباركيه بس مش باركيه، ودي برضو بتحاسب عليها. بس فاي سكن يجي قدامك خده يا معلم. في كده وفي كده، في مفروش وفي مش مفروش، في انت بتحاسب على كل حاجه، في برضو بيبقى في المطبخ بس زي ما قلت لك يعني. بس فبالتوفيق ان شاء الله.